مساء الورد ومساء الفل، ازيكم يا حلوين؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك وتعملوا اشتراك في القناة. فيديو النهاردة الناس بتشكك في ملكية العربية بتاعة زياد. بيقولوا ان العربية مش لزياد اصلا، ده هما عيلة الحاج جابر كذبت علينا وازاي وخدعونا وايه كويك ويك وسويت يا ولود كذا ويا ولود كذا والكلام ده. ليه يا جماعة؟ دخلت ابص اشوف الفيديوهات اللي بتتكلم بالطريقة ديت، قالولك ان هما قالوا انها بتاعت زياد لكن هي بتاعت يحيى، بدليل ان الحاج جابر وهو في الفيديو قال له ان العربية انا مسميها باسمي انا مش باسمك انت، فعلشان انت لسه صغير. طب ما هو ده طبيعي يا جماعة ومنطقي ان الولد لسه عنده 17 سنة الوصي عليه تحتها 60 خط هو الحاج جابر، فطبيعي اي حاجة هيجيبها هيسميها باسمه هو، وبعد كده ينقل له ملكية بعد ما يتم 21 سنة. فالراجل وضح، مش معنى ان الراجل وضح ان احنا ناخد الكلام ونقول ايه لا، ده هما جايبينها ليحيى مش جايبينها لزياد. يعني مش عارفة والله العظيم المخ جاي منين، يعني انتوا بتفكروا ازاي؟ يعني مش يعني الراجل يعمل ايه اكتر من كده؟ يعني الراجل طلع وقال ده لسه ما تمش السن القانوني انه يمتلك عربية، بدليل انه قال له كمان الرخصة هتطلعها في لما تتم 18 سنة، ومن هنا لحد ما تتم 18 سنة انت مش هتسوق بره في اماكن عامة، انت هتسوق جوه هنا وسطينا، يعني تروح تشتري حاجة تجيب حاجة. فالراجل وضح، بالرغم من الراجل وضح طالعين نكابر ونقول لا، دول باعوا عربية يحيى وهم ولا شاركوا ولا عملوا ولا اي حاجة، ولا الحاجة باعت ذهبها ولا اي حاجة، ده هم باعوا عربية يحيى عشان يجيبوا لزياد عربية جديدة. طب يحيى هيبيع عربيته المرسيدس ويجيب عربية أقل من عربيته؟ استحالة. بالعقل كده، يعني ادوني عقلكم وامشوا حافيين. يعني اللي بيتكلم وعايز يعمل بروباجندا وخلاص، اديني عقلك وامشي حافي. ازاي اللي هو نمرة كام جاي فين؟ فالعربية بتاعت زياد مش بتاعت زياد كده كده بسم الله ما شاء الله بيسوق في عربيات خلانه كلهم، ولو شاور على اي عربية محدش هيغني عنه حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية، الآثار فضولي إن نيرة ما حضرتش الاحتفال بتاع العربية وفيديو العربية خالص. وكانوا هم في أثناء الفيديو طول الوقت مصممين ان نيرة ما حضرتش علشان خاطر عندها درس فلسفة. احنا واخدين ان احنا على طول بنشوف ان المدرسين بتيجي يا تقعد في الجنينة يا بتقعد في البلكونة فوق. فانا في اثناء الفيديو بقيت اقول ازاي يعني معقولة هيبقوا عاملين كل الهيصة والزنبليطة ديت والمدرس جوه؟ طب ماشي. مرة لقيت محمد بيأكد لا يا جماعة دي عندها درس فلسفة، حسن بيأكد أصل هي عندها درس فلسفة، مش عارف مين أصل هي عندها درس فلسفة. فطبعا قلت خلاص، يعني خلاص البنت ممكن تكون عندها درس فلسفة. لكن لقيت في فيديو نزل على القناة بتاعة أم سما وبيقولوا فيه كانت في نيرة عاملة فيديو 4 دقايق وبتتكلم مع الناس وبتفضفض يعني كده. وجعتي قلبنا يا نيرة بالكلام اللي انت قلتيه. قالت يا جماعة، هي اولا شكلها حزين جدا، وقالت يا جماعة انا اقل حاجة بتفرحني لو حد عمل لي اي حاجة صغيرة انا بفرح وبنبسط بيها قوي، وفي نفس الوقت لو عملت حاجة صغننة خالص ممكن دي تنكد عليا وتتعبني، وما بنساش لأي حد بيعمل فيا أي حاجة حلوة ولا أي حاجة وحشة، ولو في حد كان سبب زعلي فأنا ما بنسلوش برضو إن هو كان سبب زعلي. طبعا الكلام كان واضح قوي إن هو البنت نفسيتها تعبانة من اللي بيحصل من باباها، وفي نفس الوقت أكيد نفسها تروح له نفسها تشوفه، بس اللي هو بيعمله منعها هي إن هي تروح أو تيجي أو تتصرف، لانه معادي اهل امها اللي هم شايلينها وشايلين اخواتها فوق دماغها. فقالت يا جماعه انا بيجي عليا وقت حالتي النفسيه بتبقى تعبانه بطريقه جامده جدا، اللي هو ممكن ابقى قاعده في الاوضه ما بتحركش وقاعده بعيط وقافله على نفسي. فقالت كلمه جميله قوي، مش معنى ان انا عديت يبقى انا نسيت، انا بعدي.
بس علشان الدنيا عايزة مني كده. فأنا رأيي إن كانت نيرة مش عارفة تحضر القعدة أو الخروجة أو الفيديو بسبب نفسيتها التعبانة. ربنا يصلح لها حالها، ربنا يا رب يهدي لك الحال يا نيرة ويجمعك على أبوكي وعلى إنك انت يعني يرحم أمك. وألف مبروك يا زياد على العربية، إذا كانت عربيتك ولا مش عربيتك. ربنا يحفظك يا ابني يا رب، ويكرمك يا نيرة. نفسي نيرة تخرج من الحالة اللي هي فيها. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك.